النهارده احنا رايحين نستكشف قلعه في الدنمارك، قلعه من العصور الوسطى يا جماعه. كأني دخلت سوق قديم قوي. هنا هو الناس حتى كمان لابسين لبس اللي هم العصور الوسطى. حاجه قمه في الجمال والروعه والهدوء والسلام النفسي. طبعا انا ماشي في ممرات وخنادق، بس بصراحه تجربه جامده. اقسم بالله سرير اثري، انا عمري ما شفت سرير زي ده في حياتي بصراحه. لقيت حديقه فيها كل الاعشاب الاسكندنافيه يا جماعه من ايام الفايكنج لحد دلوقتي. الدنمارك زمان كانت موطن للفايكنج. was a land of both fierce warriors and shrewd traders. اشتهروا بالغزو والسيطره، وكان ليهم علاقه قويه مع العالم الاسلامي. بيطبخوا الاكل بشكل كانه من العصور الوسطى برضو، من الايام الفايكنج والكلام ده. والمسابقه بدات يا جماعه، والاجواء الجامده بدات. انا اليوتيوبر العربي الوحيد اللي صورت حاجه زي كده. وانا سايق كده قلت ادردش معاكم واقول لكم الموضوع اللي احنا رايحين نستكشفه النهارده احنا رايحين نستكشف قلعه في الدنمارك، قلعه من العصور الوسطى يا جماعه. القلعه دي عمرها ما خسرت في التصدي والهجمات اللي كانت بتتهجم على الدنمارك ايام العصور الوسطى والحروب والكلام ده. قلعه كبيره ضخمه ليها تاريخ كبير، وهناك عاملين بطوله للفرسان الاوروبيين، فرسان جايين من كل دول اوروبا وعاملين لهم بطوله هناك. احنا رايحين نستكشفها. انا اليوتيوبر العربي الوحيد اللي صورت حاجه زي كده. انا دايما معودكم ان انا بدور على حاجات جديده ومختلفه وغريبه في العالم وبروح واصورها واغطيها. بما اني مقيم وعايش في الدنمارك، فكان لازم اتكلم عن حياه الفايكنج في الدنمارك، او حياه الفايكنج بشكل عام في كل الدول الاسكندنافيه. الفايكنج في الدنمارك اشتهروا بالغزو والسيطره، وكان ليهم علاقه قويه مع العالم الاسلامي. وصلوا لحد بغداد، ودخلوا معارك ضد المسلمين زي غزوهم للاندلس، وفي منهم عاش هناك واعتنق الاسلام. ولو مستعد تعرف الحكايه يلا بينا. اخيرا وصلنا يا جماعه. الموضوع شكله ايفنت كبير جدا هنا اهو، فعلا زي ما قالوا السنه اللي فاتت جه الايفنت ده حوالي 20,000 بني ادم. كأني دخلت سوق قديم قوي. هنا هو الناس حتى كمان لابسين لبس اللي هم العصور الوسطى. الناس اللي ورايا دي سوق هنا هو بيبيع المنتجات الخشبيه بتاعت العصور الوسطى زمان. حتى كمان انا ما ينفعش اصور الناس اللي موجودين هنا اهو، بس حتى هتلاقوا بعض الناس لابسين لبس كده معين غريب، تحسوه اللبس اللي هو بتاع المحاربين والفرسان بتوع زمان. Geile Forestilling! Den Vorgang über Sonnemarken hat den der Kammersist! Dali Bläser! الدنمارك زمان كانت موطن للفايكنج. Denmark, once the homeland of these intrepid Vikings, was a land of both fierce warriors and shrewd traders. وكانوا بيبدأوا يومهم ببيوت خشبية بسيطة عايشين فيها، وكانوا دايما مستعدين لحماية مجتمعهم. دينهم كله كان مليان أساطير، وكانوا مؤمنين إن المحارب الشجاع لما يموت بيكسب في الآخرة. ومع الوقت دخلوا المسيحية، وبدأوا يسيبوا حياة الغزو وركزوا على الاستقرار والهدوء. انا هختار بقى هنا خاتم، لان انا غاوي خواتم بصراحه. اخترنا الخاتم ده، وده تري اوف لايف، شجره الحياه. وده هنا اهو خاتم برضو جامد جدا. وده هنا اهو للصباع الصغير. وايه ده بيدل على حاجات يعني من العصور الوسطى والفايكنج والكلام ده. اشترينا 5 خواتم يا جماعه ب 2000 كرونه. واخيرا خلصنا السوق الجامد بتاع الفايكنج، وهندخل دلوقتي على قلعه العصور الوسطى. اجواء تحفه جدا، شايفين الجمال، بحر، قلعه ورايا، المسابقه الكومبيتيشن اللي هتتعمل بعد شويه للفرسان اللي جايين من جميع الدول الاوروبيه. حاجة قمة في الجمال والروعة، قمة في الجمال والروعة والهدوء والسلام النفسي.
وهندخل دلوقتي بقى في القلعة دي ونشوف ونستكشف اللي بيحصل يا جماعة. أنا شايف الناس هنا محاربين وقصص. الشباب الاسكندنافي الصغيرين يا جماعة ليهم مستقبل روعة بالأمانة في إن هم يبقوا محاربين ومقاتلين جامدين. بيعملوا زي مدرسة لتعليم الشباب الصغيرين إزاي يحاربوا بالسيوف والكلام ده، زي الفايكنج زمان والاسكندناف بتوع زمان والكلام ده. طبعا انا ماشي في ممرات وخنادق، بس بصراحه تجربه جامده. بصوا من الشباك، صباح الجمال، صباح الجمال والروعه. هننزل تاني تحت الارض يا جماعه. شايفين الخندق صغير جدا جدا، بصراحه مش عارف انا رايح فين. وسفن الفايكنج الاسطوريه وصلت لحد الاندلس وبغداد، وكانوا بيتاجروا في الفرو وحجر الكهرمان، وده مقابل انهم ياخدوا من العرب او الدول المسلمة الحرير والتوابل والعملات الفضية. المفروض ان هو ماسك الخشبة دي ولازم يوجهها في الدايرة الصغيرة دي وتدخل في النص. دي تدريب للحروب والكلام ده ايام الفايكنج يا جماعة، كانوا بيدربوهم بالمنظر ده. وفي سنة 844 ميلادي وصلوا الفايكنج لسواحل الأندلس، وبدأوا بغارات على مدن زي لشبونة لحد ما وصلوا للإشبيلية. لكن المسلمين في الأندلس ما سابوش الأمور تعدي بسهولة. المسلمين هناك جهزوا جيش قوي وهاجموا الفايكنج بكل قوة، والمعركة انتهت طبعا بهزيمة الفايكنج اللي مات منهم كتير جدا في المعركة، واضطروا يهربوا ويرجعوا تاني لبلادهم. ولو زرتوا الدنمارك هتلاقوا أماكن كتير جدا بتتكلم عن تاريخهم وحضارتهم وكل حاجة تخص الفايكنج. الأوضة اللي أنا فيها دي برد جدا، معرفش إيه السبب. بره حر جدا وهنا برد جدا 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 بصراحة. يعني أنا رجعت 8000 مليون ألف سنة ورا بصراحة. ده هنا أهو الدور التاني بتاع القلعة اللي أنا فيها. تقريبا دي يا جماعة كانت قاعة اجتماعات أو حاجة، فيها دواليب شكلها شيك، كنب وكراسي وترابيزات. والدواليب دي شايفين الدواليب دي؟ الدواليب دي يا جماعة بيتعمل زيها لحد يومنا النهاردة، ودي معمولة من آلاف السنين. ولا الصندوق ده يا لهوي، ده مش عايز يتفتح، تقيل قوي تقيل قوي، مش هفتحه بصراحة، مش هفتحه، مش عايزين نعمل مصايب. ولا شايفين الساعة دي؟ قمة في الجمال والروعة يا جماعة. ساعة، بصوا ساعة متزخرفة. اقسم بالله سرير اثري اثري. انا عمري ما شفت سرير زي ده في حياتي بصراحه. الغرفه دي كده دخلتها حسيت ان انا دخلت غرفه تنفيذ احكام، هي حاجه تخص القضاء بصراحه. ده الدور الاخير يا جماعه، في اخر غرفه في اخر مكان في القلعه دي. لقيت حديقة فيها كل الأعشاب الإسكندنافية يا جماعة من أيام الفايكنج لحد دلوقتي. أنا طول حياتي كنت دايما أشم الملح والفلفل بس، جه النهاردة اليوم اللي أشم فيه الأعشاب الإسكندنافية يا جماعة. نهاركم زي الفل ويلا بينا. قبل البطولة بتاعت الفرسان من كل الدول الأوروبية دخلت المكان ده عبارة عن مطاعم، والناس كلها طبعا ايه قاعده عماله تاكل وتجمعات زي ما انتم شايفين كده اهو بالمنظر ده. واحلى حاجه ان المطاعم دي كلها بيطبخوا الاكل بشكل كانه من العصور الوسطى برضو، من الايام الفايكنج والكلام ده. والمسابقه بدات يا جماعه، والاجواء الجامده بدات، والناس قاعده عماله تصفر وتسقف. وزي ما انتوا شايفين الايفنت اللي انا كنت رايح علشانه بدأ، والناس بتجري بالاحصنة، جماهير من كل الدول الاوروبية تحديدا شمال اوروبا. وهتشوفوا هنا حدث هو الاحلى في المحتوى العربي وفي القناة عندنا، لما بتلاقوا الفرسان من كل دول اوروبا جايين عشان ينافسوا لهدف واحد وهو النجاح، وعشان يبينوا للناس ثقافات
وتراث بلدهم على مدار السنين والعصور القديمة جدا. واحد ماشي بعصايه والتاني ماشي بعصايه، واللي بيدخل في صدر التاني ويكسر العصايه او يكسر صدره هو كده خد نقطه. وطبعا في حديث عن سيدنا عمر بن الخطاب لما قال فيه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. ومن هنا أحب أقول لكل الأمهات والأبهات: أتمنى أنكم تعلموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. وأحلى اللقطة اللي انتوا هتشوفوها دي دلوقتي قدامكم، لما المحاربين كانوا بيضربوا بعض بالرماح أو العصيان اللي ماسكينها، واللي الرمح بتاعه أو الستيك بتاعته تتكسر يكون هو كده كسبان نقطة. حاجة قمة في الروعة والجمال. وده جزء من ستيك أو عصاية مكسورة أو رمح مكسور، والست جت خدته وادته للعيلة اللي قاعدة قدامكم دي. شايفين جمال الفرسان؟ كل الدول الأوروبية قدامكم، النرويج، إنجلترا، بولندا، والدنمارك طبعا. وده أحلى طفل موجود في القناة عندنا. شباب جميلة وشباب زي العسل، تحدي جامد وموضوع قوي. مفيش حد غطى حاجات زي كده يا جماعة، حاجات غريبة في المجتمعات الاسكندنافية. جماعة من أحلى مكان، من أحلى تحدي عملناه هنا اهو. اعملوا لايك، سبسكرايب، اشتركوا في القناة، فعلوا زرار الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوهات بتاعتنا أول بأول. اكتبوا لنا أي كومنت تحت يدعمنا. أنا بلف العالم عشان أغطي لكم كل حاجة. أنا بوجه لكم أحلى تحية، وأنتوا إخواتي وأنا بحبكم في الله. نهاركم زي الفل. السلام عليكم.